أغلب الجرائم اللي كنسمعوها كيكون موراها يا إما الفلوس، الانتقام ولا الطمع. ولكن الجريمة ديال اليوم بدات غير بضحكة وحدة وسط واحد السهرة صاخبة في واحد من أفخم الفنادق، وسالات برماد الجثة اللي كتحترق وسط الصحراء. السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معايا في قصة جديدة. تخيلوا معايا بنت في الشباب ديالها هازة عائلتها من مور ما مات الأب ديالها، كتغرب وكتكافح باش تبني ليهم مستقبل حسن، وفي ليلة واحدة كتغدر وكتختفي من الوجود بحال إلا عمرها ما كانت. هذه القصة ديال لورين باترسون، الشابة البريطانية اللي تاقت ناس غدارة وما عرفتش باللي ديك الركبة اللي غتركبها في الطوموبيلة غتكون آخر ركبة في حياتها. وجدوا لكم واحد الكاس العصير يكون بارد، اجيو معايا نكتشفوا السر من مور هاد الجريمة هادي. القصة كتبدا في سنة 2011. لورين بنت عندها 22 عام، عايشة مع ماماها وخواتاتها الصغار في لوكسمبورغ. من بعد ما مات باباها في كسيدة وهي عندها 19 عام، لورين لقات راسها هي الراجل ديال الدار، قرات اجتهدات وتخرجت معلمة. وفي النهار غتجيها فرصة ذهبية، عقد عمل بواحد المدرسة عالمية في قطر. واللي زاد موتيفاها أكثر هو السالير، الراتب اللي كانت غتشدو كان أكثر من داكشي اللي كتاخدو في بريطانيا بجوج مرات. وخا داك التخوف من الغربة وأنها تبعد على عائلتها كان كبير، لورين فكرات فمها وقواتاتها وقالت غادي نتوكل على الله وغادي نمشي. وداكشي اللي كان، جمعت حويجاتها ومشات. مني وصلت لورين للدوحة، الأمان والرفاهية اللي شافتها تما خلاوها فرحانة ومرتاحة بزاف. دازت عامين وهي عايشة على نفس الروتين ديالها، من الدار للمدرسة ومن المدرسة للدار. كانت كتعيط لماماها يوميا، كتسول فيها وكتطمن عليها وعلى خواتاتها. الأم ديالها كانت هي الصديقة الوفية ديالها. ولكن في أكتوبر 2013 غادي يوقع واحد الحدث. جدة ديال لورين غتموت، وغتضطر لورين تسافر لبريطانيا باش تحضر الجنازة ديالها. تما لورين نهارت وبكات وقالت لمها ماما، أنا عييت من الغربة وغادي نرجع لقطر، غير نكمل هاد الشهور اللي بقاو ليا في العقد وغادي نجمع حويجاتي وغادي نرجع نستقر حداكم. أنا بالنسبة لي العائلة أهم من الفلوس. من بعد الجنازة ديال جدتها ودعت ماماها وخواتاتها في المطار ورجعت لقطر، وهي ما عارفاش باللي هاديك هي آخر حضن غادي تاخدو من عند ماماها. ملي رجعت لورين للدوحة النفسية ديالها كانت عيانة شوية، كان المورال ديالها ماشي تلهيه. من جهة أنها كتعيش الحزن على الموت ديال جدها، ومن جهة أخرى أنها توحشات دارهم بزاف. راكم عارفين الإنسان ملي كيكون في الغربة واخا في الأول كتبهرو ديك الدولة اللي كيمشي ليها وكيكون في الأول فرحان أنه غيعيش واحد التجربة جديدة، ولكن مع المدة كيبدا يحس بالغربة. المهم لورين كانت عندها واحد الصديقة ديالها، كانت صديقتها الوحيدة في ديك المدرسة اللي خدامة فيها. البنت سميتها مونيا. مونيا بقات فيها لورين، مشات لعندها للدار وقالت ليها نوضي برك عليك من هاد الكآبة، غسلي وجهك ولبسي حوايجك واجي نخرجوا نسهروا في واحد الفندق معروف هنايا، يلا نبدلوا الجو. وفعلا خرجوا سهروا وضحكوا في ديك الليل، ومع الفجر وقفوا في الباب ديال لوطيل كيتسناو الطاكسي باش يرجعهم للدار. وفي ديك اللحظه وقفت عليهم واحد الطوموبيله كات كحله فيها جوج ديال الشباب قطريين، بدر ومحمد. هاد بدر ومحمد بجوج بيهم خدامين في العسكر. منيا كانت كتعرفهم معرفه سطحيه من السهرات. المهم سلموا عليهم وقالوا ليهم اجيو نوصلكم معنا في طريقنا. لورين في الاول ما بغاتش، ولكن منيا بقات كتطمئن فيها وكتقول لها كوني هانيه صاحبتي، انا راني معاك، واصلا هادو راه الدراري كنعرفهم. المهم البنات بجوج ركبوا اللور، وبما ان الدار ديال منيا كانت هي اقرب وحده للوطيل حطوها هي الاول. قبل ما تنزل منيا شافت في الدراري وقالت لهم تهلاو ليا في صاحبتي لورين، ووصلوها حتى لباب الدار. اكيد ان الدراري جاوبوها كوني هانيه. الطوموبيله تحركت ولورين بقات جالسه اللور في الطوموبيله كتسنى مسكينه انها توصل لدارها، ولكن ما كانتش عارفه انها بقات مع جوج ديال الذئاب البشريه. وصل الصباح ديال 12 اكتوبر 2013 مونيا وصلت للمدرسه وبقات كتقلب. لورين ما جاتش. هادشي غريب بزاف. لورين عمرها ما غيبات ولا تعطلات دقيقه واحده على الخدمه ديالها، ولكن مونيا بقات كتحط اعذار في راسها، كتقول ربما انها غير صبحت ناعسه عيانه من السهره. ولكن وصلت الوقيته ديال الظهر، مونيا غيجيها اتصال غيجمد ليها الماء في الركابي ديالها. الام ديال لورين كتعيط من بريطانيا وكتغوت مونيا فين هي بنتي؟ لورين ما كتجاوبش التليفون وهادشي ماشي من عادتها. هنا مونيا عرفات باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، لان لورين ما عمرها استفات بهذه الطريقه هذه. مونيا هزات راسها ومشات كتجري للشقه ديال لورين، كتدق في الباب
وحتى شي واحد ما كيجاوب. عيطات الكونسيرج، حلوا الشقة ديالها وتصدموا. الدار خاوية، ولكن الحوايج اللي كانت لورين كتختار فيهم البارح باش تلبسهم قبل ما يخرجوا للسهرة هي ومونيا باقيين مفتوطين فوق الفرشة بنفس الطريقة. هادشي كيدل على أن لورين ما رجعتش نهائيا للدار وما باتتش في الدار. مونيا هزت التليفون وعيطات ديك الساعة لبدر ومحمد اللي تلاقات معاهم البارح. ملي تلاقات مع بدر شفت واحد الحاجة اللي غريبة، وجهه كامل كان مخبش ومجروح. المهم هي سولاتهم فين هي لورين. بدر توتر وبدا كيدخل ويخرج في الهضره ويقول لها نزلناها البارح واحد العماره وصافي، ولكن ما عرفناش فين مشات. منيا جاها الجواب ديالهم غريب وبدات كتهضر مع راسها وكتقول ما يمكنش، لورين عاقله وما كتسكرش لدرجه انها تلف على دارها، ولكن الوجه ديال بدر اللي مجروح وكله مقمش، شنو طاريك لاباس. المهم ان منيا جاها هاد الشيء غريب. منيا حاولت ما تحسسهم بحتى شي حاجه ومشات ديريكت للكوميساريه باش تدكنار بيهم، ما حطت بلاغ واتهمتهم فيه مباشره. المحققين ديال قطر ما كيتزاقلوش حتى هما، في البلاصه مشاو قبضوا بدر ومحمد. وفي التحقيق الاول هاد الجوج هادو بقاو شادين في نفس الهضره وكيقولوا للمحققين حنا نزلناها حدا دارها وما سوقناش فين مشات من بعد. ومني سولو بدر على دوك الجرحات ودوك القماشي اللي كانوا في وجهه بدا كيخربق عاوتاني كيدخل ويخرج عليهم في الهضر. هنا مشى الفريق ديال التفتيش للطوموبيلات ديال بدر وتحت من الكراسه لقاو واحد الدليل. لقاو الحلق اللي كنقولوا حنايا الطوانك، لقاو الطوانك ديال لورين طايحه وحداها انقطاع ديال الدم. البوليس حطوا الحلقات ديال لورين قدام بدر ومحمد وقالوا ليهم دابا غتهضروا بالخطر ولا بالتدقيق العسكري. هنا الدراري تخلعوا، ولكن واخا هكاك بقاو كيدخلوا ويخرجوا في الهضره والاقوال ديالهم كانت متناقضه مع بعضياتهم. ولكن في الاخر اعترفوا باللي ما داوهاش للدار، داوها للشقه ديالهم اللي كيديروا فيها السهرات. بدات قال البوليس باللي وقعت مدابزه بينه وما بين لورين حيت جبد ليها الهضره على الخطيب ديالها القطري السابق. وقال البوليس باللي لورين هزات عليه موس، وطبيعه الحال البوليس ما صدقوش هاد الهضره. بدر قال البوليس باللي حيد ليها الموس وباللي ضربها بيه 2 مرات حيت هو غير كان كيدافع على راسو، ولكن الحقيقه كانت ابشع من هادشي. الحقيقه هي ان الدراري بجوج داو لورين للشقه ديالهم، تحرشوا بها وحاولوا يغتصبوها، ولكن لورين دافعت على شرفها وعلى راسها بكل قوه. وهذا هو السبب علاش كان بدر كل وجهه مقمش وفيه الدرابي، حتى هز الموس وغدرها بطعنات قاتله. ومن بعد الاعتراف ديالهم البوليس سولوا الدراري فين داروا الجثه. بدر قال لهم ديناها ولحناها للبير، ولكن في نفس الوقت الشرطه غيجيهم بلاغ من واحد الراجل في الصحراء شم الريحه ديال اللحم كيتحرق. البوليس مني مشاو لقاو الجثه تحرقات النهار كامل حتى رجعت رماد. المجرمين ما كفاهمش غير انهم قتلوا لورين، بل حرقوا الجثه ديالها باش يخفيو الدليل. الام ديال لورين اللي هي اليسون جات لقطر وبكات على بنتها الدم. بنتها اللي كانت كتسناها ترجع لبريطانيا رجعت ليها في صندوق ديال الاموات. بدات المحاكمه والقاضي واجه بدر وقال ليه انت كتشرب الخمر وكتزني وكتقتل، وهذا الشيء ما كيقبلو لا دين لا قانون، وانت كنتي واعي بشنو كدير. وبما ان دوله قطر بلد امن والجرائم فيه قليله، الحكم كان هو الاعدام لبدر و3 سنوات سجن لمحمد لانه عاونوا في اخفاء الجثه. ولكن من بعد داروا الاستئناف، ولكن واخا الاستئناف من بعد خفف حكم بدر ل10 سنوات. وهذا الشيء اللي خلى الام ديال لورين دير صفحات في الفيسبوك وتطالب بالعداله لبنتها حتى سنه 2022. المهم اصدقائي الحكايه ديالنا سالت هنا، ولكن العبره ما سالتش. بعض المرات خطوه واحده غلط ولا ثقه عمياء في ناس ما كيخافوش الله كتؤدي لكارثه. الانسان خاصو ديما يدير الحيطه والحذر ويعرف فين كيحط رجليه ويبعد على طريق الشبهات، لان المعصيه الصغيره دائما كتجر لشي حاجه كبيره. الله يرحم الضحيه ويدينا في طريق السلامه ويحفظنا ويحفظ وليداتنا والاهالي ديالنا. وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه. الا عجبتكم القصه ديال اليوم كتبوا لي في التعليق ديالكم شنو الراي ديالكم فيها بالضبط، ونتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله.